انهيار وجنون عمرو أديب بعد مباراة الأهلي وإنبي، ويسخر من مدرب الزمالك. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد فوز الأهلي على إنبي في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، والحفاظ على صدارة الدوري المصري والوصول إلى النقطة 56 وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فقد خرج على الخط فورا الإعلامي عمرو أديب وقال: ما شاء الله على الأهلي، فريق يمتعك وانت بتتفرج عليه، لعب عالي قوي ومستواه في تحسن مباراة عن مباراة، وبأي حد تلاقي الأهلي بيلعب وبيكسب مهما كانت الغيابات والإصابات، والأهلي بمن حضر. وبصراحة كولر ده مدرب مش طبيعي، مدرب خبرة وفكره عالي جدا وهادي، وعارف هو بيعمل ايه وامتى يهاجم وامتى يدافع. وان شاء الله الاهلي هيفوز كمان على الوداد المغربي في مصر بنتيجة كويسة تسهل عليه المباراة التانية في المغرب بإذن الله، وهيفوز بدوري أبطال إفريقيا. أنا واثق في النادي الأهلي والمدرب السويسري الداهية مارسيل كولر، وأحسن مدرب جه في مصر في الفترة الأخيرة. والفرق كبير قوي بينه وبين مدرب الزمالك، فرق كبير وواضح كمان، اللي تحس انه هو تايه ومش عارف هو عايز يعمل ايه، وعاجلا ام اجلا هيمشي وهيسيب الزمالك. وانا مبسوط والله، مبسوط من الحالة اللي وصل ليها الاهلي، لانه فريق مصري ومشرف مصر في دوري ابطال افريقيا، وبتمنى لهم الفوز بدوري ابطال افريقيا. وهو ده كان رد فعل عمرو أديب بعد فوز الأهلي على إنبي في الدوري المصري. ولحد هنا يكون الخبر بتاعنا انتهى. لو الخبر عجبك ما تنساش تضغط لايك، وكمان لو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بشكركم من كل قلبي، كنتم مع قناتكم وقناتي خبر في الجون.